السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة احنا نعمل نشاط للعلوم ومعانا مخترع صغير عامل لنا اختراع جميل جدا جدا. هنشوف مع بعض نتعرف عليه ونشوف هو عامل معانا ايه. تعرف عليك؟ محمود أحمد محمد السيد. محمود، انت عملت ايه النهاردة؟ بلور. عامل بلور. تمام. طيب شغله كده يا حودة. يا ترى فعلا شغال؟ شغال. طيب اطفيه كده وحط ورق عشان نجربه. كفايه كفايه. شغل بلور كده. الله جميل جدا. بنقرب منه شويه. شغله، خليه شغال. طبعا شايفين موتور شغال جوه اهو، مروحه تقريبا. صح؟ ايه رايكم يا شباب في الاختراع بتاع زميلكم البلور؟ طيب ليكوا اي سؤال؟ هي مصطفى عايزه اعرف بتعملي ازاي. قول لي الخطوات والادوات اللي انت استعملتها. هل ادوات بيئه بسيطه ولا انت كلفت نفسك يعني دفعت فلوس كتير؟ لا، كل حاجه من البيت. كل حاجه من البيت، يعني عمل اعاده تدوير لخامات البيئه البسيطه. اشرح لنا بقى ايه الادوات اللي انت استعملتها. دي ازازه ميه صغيره جبتها وقطعتها اكنها ماسوره، ودي ازازه كمان قطعتها عشان اركب فيها الزرار، ودي علبه اسطوانات، والمروحه اللي جوه عملتها من غطا، وبتاع ازازه بلاس صفيه قطعتها وعملتها مروحه من جوه. تمام، برافو عليك. وجبت موتور وحطيت فيه المروحه ولزقتهم في بعض. تمام. وطبعا السلك الكهربائي ده عباره عن ايه؟ شاحن موبايل ولا شاحن موبايل. شاحن موبايل. وعملت طبعا هنا مفتاح ايه؟ كهربي علشان يفتح فتح وغلق الدايره الكهربائيه. برافو عليك يا محمود. طبعا نتمنى ان احنا كلنا نبقى زي محمود كده ونعمل انشطه كتيره واختراعات كتيره وهصورها معاكم ونعرضها. عايزين نعمل سباعيه حلوه لمحمود. ابتدي. شكرا يا محمود.